السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو على تم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي لعشاق الحامض بالحامض، يعني كيجي رائع بزاف وكيجي خفيف وفي المتناول بمقادير بسيطة جدا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو الى عجبكم ما تنساونيش من لايك ديالكم ومن التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم ليا. وبالنسبه للناس الجداد اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره، كنتمنى ان شاء الله يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا باي جديد. وشكرا لكم بزاف بزاف. ندوزو المقادير، شوفوا المقادير وطريقه التحضير. وعلى بركه الله، اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج في هذا الكيك 2 بيضات، قشور ديال الحامضه، قبصه ملح، 2 اكياس خماره الحلوى بيكين باودر، نص كاس عصير ديال الحامض، كاس الزيت، كاس سكر سنيده، كاس حليب، 3 الكؤوس ديال الدقيق. ندوزو لطريقه التحضير. كناخدو اناء كنطرب فيه 2 بيضات حجم متوسط، غادي نضيف ليه كاس ديال السكر سنيده، وكنطربهم بالطرب اليدوي حتى كنحصل على خليط يعني مائي للغاية. وصراحه هذا الخليط، هذا الكيك يعني كيجي رائع بزاف وكيجي خفيف. وكما كتشوفوا بالنسبه للمقادير، يعني مقادير في المتناول. كما كنعرفوا هذه القطعه ديال الحامض يعني نستغلوه ندوجدو فيه هكا الكيك وكيجي رائع بزاف. كنصحكم تجربوه، يعني ناجح 100%. وكنضيف قبصه ملح وقشور ديال الحامضه. وملي كنقصر الحامضه كنحاولوا ما نوصلش ديك القشره ديالها البيضاء، يعني ندير القشور الفوقاني كنقشرها. وكنضيف كاس ديال الزيت، كنضيفو نص كاس ديال عصير الحامض. صراحه كيعطي هذا العصير ديال الحامض كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. يعني كيك هكا يومي، او الا عندكم ضيافي، يعني حتى هو كيجي رائع وناجح. هذا هو الاهم، يعني كيجي ناجح والمذاق كيجي رائع بزاف. وكنضيفوا الدقيق كما قلت لكم، الدقيق 3 الكؤوس تاع الدقيق كنغربلهم. كنضيفوا الدقيق شويه بشويه، ندير 3 الكؤوس ديال الدقيق. صافي كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنخلطوا. والكاس باش عبرتو الحليب وباش عبرتو الزيت والسكر، وباش غادي تعبروا الدقيق، يعني كتستعملوا كاس ديال العنبه او اي كاس متوفر عندكم، يعني اي كاس، غير المهم هو يكون نفس الكاس باش غادي تعبروا جميع المقادير. صافي كنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا وكيجي شويه ثقيل مع العصير ديال الحامض، يعني كيتقلوا. صراحه كيجي واحد الكيكي هو رائع بزاف. كنصحكم البنات تجربوه وردوا عليا في التعاليق الى عجبكم. نتوما كما كيبان عندكم يعني يكون شويه ثقيل. صافي كناخذوا المول غادي ندخلو الفران بعد ما دهنتو بشويه الزيت ورشيتو بالدقيق. غادي نكبو فيه الخليط ديالنا وغادي نحاولوا الخليط يعني نبقاو نطلعوا يدينا الفوق باش هكا يدخلوا الهواء وكيجي من فوق، يعني كيجي خفيف
كيتنفخ لينا الكيك ديالنا. هانتوما. ومن بعد غادي نخويها في بعد ما كنخويها في المول غادي ندخل الفران. وبالنسبه للفران يعني شعلت عليه من التحت. بالنسبه للفران تاع الضو كنديرها على درجه 180 درجه حتى 200 درجه. وبالنسبه للفران تاع الغاز يعني عادي الطريقه باش كطيبوا الكيك العادي، كنشعليه من التحت حتى كطيب كلها. وها هو الكيك ديالنا بعد ما كيطيب، يعني كيجي واحد الكيك هو خفيف. وبالنسبه لي انا يعني كنشعليه من التحت صافي، كنخليه حتى كيتحمر من الفوق، يعني ما كنبقاش نشعليه ليه من الفوق. وبالنسبه للناس اللي ما كيتحمرش ليهم الكيك من الفوق الا ما شعلوش من الفوق غادي يشعلوه عليه من الفوق، يعني كيخليوه حتى كيتحمر من التحت وكيشعلوه من الفوق. وصراحه كيجي واحد الكيك اللي هو اسفنجي، يعني كيجي خفيف بزاف. وبالنسبه للتزيين غادي ندهنوه بشويه كوفيتور و كاوكاو يعني مهرمش، وباش غادي نرشو من الفوق. وكيبقى تزيين دائما اختياري، يعني ممكن ديروا رقائق اللوز، يعني ممكن ديروا داكشي متوفر عندكم. وصراحه هاد الكيك يعني غزال بزاف، كيجي ناجح 100% صراحه. غادي يعجبكم الا جربتوه، خصوصا الناس اللي كيعجبهم الحامض، يعني كتكون في واحد المذاق وكيكون واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. صافي بعد ما كندهنوه بكوفيتور كناخذوا الكاوكاو مهرمش كنرشوا عليه من الفوق. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم ليا. شكرا لكم بزاف. وما تنساونيش من لايك والتعليقات ديالكم الزوينه والتشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف. صافي من بعد ما زينتها خديت هكا طريفات ديال الحامض، يعني كتزيين كيبقى تزيين دائما اختياري، يعني كل واحد والمتوفر عنده. غادي نحاول نقطعها كما كتشوفوا، يعني كتجي شيشه صراحه، كتجي سفنجيه وكتجي خفيفه بزاف وناجحه 100%، يعني ناجحه هاد الكيك. نتمنى ان شاء الله تجربوه هكا الكوتي ولا تجربوه للضيافين علاش لا، يعني ما غاديش يحشمكم هاد الكيك البنات. كما كتشوفوا يعني كيجي خفيف بزاف. وغادي ناخذ واحد القطعه باش تشوفوا. هو كيفاش كيجي، يعني كيجي خفيف، غادي يكون كيبان عندكم. وصراحه كيجي واحد الكيك اللي هو رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن التعليقات ديالكم الزوينه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. بالدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم يعني كتحفزوني باش نعطي دائما الجديد والمفيد، يعني شي حاجه خفيفه وفي المتناول. وكنشكركم بزاف. في الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.